السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هشرح الجزء الثاني من الباترون الإيطالي. عملنا الجزء الأول وهنشرح الجزء الثاني، فهقول الجزء الأول سريع. عندي دوران الصدر، باخد دوران الصدر أيا كان بقسمه 4 مرات على 2. أخد أول ناتج أزود عليه 3 سنتي، بيكون ده عرض الباترون. طول الباترون بيكون طول الظهر زائد 1.5 سنتي أساسي. ليه 1.5 سنتي أساسي؟ لأن أنا بقيس طول الظهر من العظمة، عظمة اللي هي أسفل الرقبة، مش من خط الكتف. ورسمت مستطيل طوله 41.5 وعرضه 51. خدت آخر ناتج قسته مرة، والناتج التالت قسته مرتين، والناتج الرابع قسته تاني مرة. زودت على الناتج اللي هو الرابع 1 سنتي، ونزلت 1.5 اللي هم بتوع حردة الرقبة بتاع طول الظهر، ورسمت حردة الرقبة الخلفية. حردة الرقبة الأمامية بيكون طولها زي عمقها. من نقطة د قسنا ارتفعت الأعلى 1.5. ليه 1.5 في الأمام؟ لأن أنا عندي طول الصدر كان 43 وطول الظهر 41.5. لما طرحناهم مع بعض طلع الفرق 1.5. فمن نقطة د ارتفعت 1.5، ومن نفس النقطة قست العمق 7 سنتي وخدتها بدوران، فطلع رسمنا حردة الرقبة اللي هي الأمامية. النقطة بتاع ال 12 وال 12 سنتي اللي هو الناتج الثالث اللي قسناه مرتين مديناهم إلى أسفل. هنبدأ الجزء الثاني. عندي أنا الخط أ ب طوله 41.5، علشان هنرسم دلوقتي السقوط بتاع أو رسم حردة الإبط. 41.5 خدت منهم أنا 1.5، فالمسافة اللي هي أسفل الرقبة لنقطة ب 40 سنتي بنصفها، فبقيس هيكون كام؟ 40 على 2 فتبقى 20. عشان ما اغلطش فانا بقيس من ب الى اعلى 20 سنتي وارسم خط عرضي. طبعا في جميع المقاسات بعمل كده، ده كل ده اساسيات. فرسمت الخط عرضي، طلعت واو واحد. بنزل اسفل واو واحد مسافة 3 سنتي بتوع ايه برضو، كل ده اساسيات في الباترون. بنزل لأسفل 3 سنتي وبوصلها بنقطة واو بخط ميل. لرسم بنسة الصدر عندي المسافة اللي هي ديت، المسافة ديت والمسافة ديت على الخط المايل بقيسها واشوفها كام ومنصفها زي ما تطلع عندي. طبعا تختلف من مقاس لآخر. أنا هنا طلع عندي مقاسها 22، فنصها هيكون 11. البنسة الصدر ده اللي هو مكان بنسة الصدر، فبقيس ان ديت قسنا 11 او نصفت المسافة دي قد ديت. بقيس يمة الخط بتاع خط نصف الامام، اروح يمتها 1 سنتي، هيبقى ده مكان تركيز بنسة الصدر. بدخل 1 سنتي يمة نص خط نصف الامام، وبوصلها بحردة الرقبة الأمامية. وده الضلع الأول بتاع بنسة الصدر بتاع الأمام. الضلع التاني بوصله بالنقطة اللي هي آخر ناتج للقسمة اللي هي طلع عندي 6 سنتي، ولكن لازم ارتفع اللي هو الارتفاع بتاع الفرق ما بين طول الصدر وطول الظهر. أنا مرتفعة هنا 1.5، فبرتفع بالتالي من النقطة اللي هي 6 سنتي ديت 1.5. ارتفعت 1.5، ومن ال1.5 اللي هو الأعلى أوصل بنقطة ارتكاز بتاع بنسة الصدر. يبقى أنا عندي هنا الأمام الحردة وده البنسة، وهنا حردة الرقبة بتاع الخلف. فين الخط الفاصل ما بين الأمام والخلف؟ الخط اللي احنا مديناهم دولي بتاع ال 12 و12 اللي هو الناتج الثالث على الخط المايل اللي أسفل ده. هقيسه كام؟ هقيسه زي ما يطلع عندي، بس هو تقريبا بيطلع 12 سنتي، مش هتفرق لأنه هو كان عندي 12 سنتي. بنصفه ومد خط إلى أسفل، وهذا الخط هو الخط الفاصل ما بين الأمام والخلف. رسمت الخط الفاصل ما بين الأمام والخلف، يبقى كده أقدر أقول إن الجزء ده الأمام والجزء ده الخلف. ناقص عندي إيه؟ حردة الإبط. حردة الإبط بجيبها منين؟ عندي برضو كل ده أساسيات في جميع المقاسات.
عندي الخط المستقيم اللي انا قايساه اللي هو واو واحد، بقيس لاعلى 5 سنتي وبضع نقطة. قست 5 سنتي ووضعت نقطة لأعلى. النقطة ديت اللي هي ال5 سنتي اللي انا قستها بوصلها بنهاية حردة الرقبة الخلفية اللي هي ال7 سنتي بالشكل ده. وصلت اهوت، قست 5 سنتي من هنا لأعلى، أساسيات في جميع المقاسات، ووصلتها بالنقطة اللي هي بتاعت حردة الرقبة الخلفية. طب الخط التاني عندي أنا نقطة واو بقيس إلى أسفل 5 سنتي، يعني في الأمام بقيسها لأعلى ومن الخلف بقيسها لأسفل 5 سنتي وبضع نقطة. النقطة اللي أنا قستها اللي هي ال5 سنتي ديت اللي هي أسفل واو أساسيات، بوصلها ببنسة البنسة بتاع الأمام من أعلى كده. يبقى أنا رسمت الخطين اللي هرسم عليهم خط كتف الأمام وخط كتف الخلف. لرسم خط كتف الخلف بيبدأ طبعا من عند حردة الرقبة الخلفية على الخط الميل ده النازل ده، بيكون مقاسه قد إيه؟ عندي أنا الخط ده متقاطع مع الخط المستقيم، بقيس إلى الداخل 1 سنتي وبضع نقطة. قست للداخل 1 سنتي من بعد التقاطع، هقيسها واشوفها عندي طول الكتف طلع كام. طلع الكتف عندي اهوت قياسه تقريبا اهوت 13 سنتي. عندي من عند البنسة بقيس خط كتف الامام 13 سنتي، 13 سنتي وبضع نقطة. وهرسم حردة الإبط الأمامية والخلفية تترسم داخل المستطيل ده، توصل لي على الخط اللي هو الفاصل ما بين الأمام والخلف. هنشوف ازاي. كده رسمنا حردة الإبط الخلفية وحردة الإبط الأمامية من قياس خط الكتف. خط الكتف الخط الميل ده اتلاقى مع الخط المستقيم في نقطة، دخلت 1 سنتي وبرسمها بوصلها بالخط الفاصل. قست الخط شفته كام عندي على الباترون طلع 13، فمن النقطة ديت قست 13 سنتي وقمت رسمة حردة الإبط الأمامية. كده الباترون بيكون خلص، ولكن لسه إن شاء الله الجزء الثالث تجسيم الوسط. يعني أنا عندي الخط ب ج ده بيمثل خط الوسط، ولكن خط الوسط عندي 74، ولكن أنا رسمة الخط مقدار 51 سنتي خط عرضي. فهشوف التقسيم والبنس هنعملها ازاي ان شاء الله في الجزء الثالث. طبعا الباترون ده الباترون الايطالي للانسات، لان طبعا فيه بنزة الصدر فبيحدد الجسم، لكن طبعا الاطفال لهم باترون تاني خالص، لهم باترون تاني ولهم الباترون المسطح. وكده اكون انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.